كتير الواحد بيلعب لعبة حلوة وبيبقى عايز منها أكتر بعد ما بيخلصها. ممكن تلعب مهمات جانبية بس ده مش كفاية. اللعب بيبقى محتاج حاجة أكتر بقصة جديدة وشخصيات جديدة ومهمات جديدة، ومن هنا جت فكرة ال DLC. وعشان كده هتكلم النهاردة عن أفضل DLC بمستوى لعبة كاملة. حبيت إني أبدأ القايمة بواحدة من ألعابي المفضلة وهي The Last of Us. الإضافة دي من حيث القصة فهي مش أسطورة وأنت أصلا عارف الأحداث لأن إيلي حكيتها في اللعبة الأساسية، ولكن اللي خلاني أحط إضافة Left Behind في الليست دي هو الجيم بلاي. هو بتاع اللعبة الأساسية اللي هو ممتاز، ولكن هنا بأسلحة أقل وأضعف، واللي بيدي جو تاني للجيم بلاي. كمان ضافوا فكرة كان نفسي تكون موجودة في اللعبة الأساسية، وهي إن يكون في منطقة يكون فيها زومبيز وبشر في نفس الوقت في مكان واحد، وده بيديك استراتيجيات جديدة للعب وإضافة لطيفة بتيجي مع اللعبة الأساسية. أنصحك تجربها لو مجربتهاش، خصوصا إنها بتيجي ببلاش مع ريماستر نسخة البلاي ستيشن 4. Here she comes. Watch out, boy, she'll chew you up. GTA 4 الجزء ده هو أكتر جزء مظلوم في السلسلة من وجهة نظري، ولو إنه بيقدم قصة وفيزيائية أفضل حتى من GTA 5. وكمان روكستار نزلت إضافتين حلوين جدا، هتكلم عن اللي عجبتني أكتر فيهم وهي إضافة The Ballad of Gay Tony. الإضافة أحداثها بتحصل في نفس وقت أحداث GTA 4، ولكن على عكس GTA 4 فالبطل هنا مش فقير زي نيكو بيليك، لأ لويس غني ومعاه فلوس، وده بيدي روح تانية للجريمة. والقصة هنا واخدة طابع كوميدي أكتر من GTA 4، وضافوا نشاطات جديدة زي النط بالباراشوت ولعب الجولف، وكمان ضافوا أسلحة جديدة زي الجرنيد لانشر. من الآخر The Ballad of Gay Tony حلوة جدا وأرشحها لك لو ملعبتهاش. وإضافة تانية من شركة روكستار جيمز، ولكن المرة دي لواحدة من أفضل الألعاب في التاريخ. أنا هنا بتكلم عن Red Dead Redemption وإضافة Undead Nightmare. الإضافة بتتكلم عن فيروس زومبي انتشر في المدينة، وعليك يا جون مارستن إنك تعرف إيه السبب وتحاول تنقذ عيلتك اللي اتصابوا بالفيروس. وكعادة إضافات شركة روكستار القصة هنا واخدة طابع كوميدي أكتر من اللعبة الأساسية، وكمان ضافوا حاجات جديدة روشة جدا زي الحصان الناري. وفكرة الإضافة حلوة أوي ومميزة وما شفناش زيها قبل كده من روكستار اللي متعودين منهم على الواقعية، فهي إضافة ممتازة بتورينا توجه تاني لروكستار، وأنصحك جدا تجربها لو ملعبتهاش. Please help us. بلاد بورن لعبة السولز المفضلة بالنسبة ليا. مدينة يارنم الكئيبة وأجواء العالم والقصة يخلوا بلاد بورن من أفضل الألعاب في التاريخ. ولكن أنا مش جاي أتكلم عن بلاد بورن، أنا جاي أتكلم عن إضافة The Old Hunters اللي بتاخد اللعبة لمستوى تاني وبتديك تحدي صعب جديد من From Software، وضافوا وحوش جديدة وأسلحة. ما عنديش كلام كتير أقوله عن الإضافة غير إنها إضافة ممتازة جدا بمستوى اللعبة الأساسية، وأنصحك جدا إنك تجربها لو ملعبتهاش وعايز تحدي جديد من From Software. Meetings mainly concern trade matters, tariffs, storage regulations, that sort of thing. Missing the excitement? لعبة The Witcher 3 لعبتي المفضلة وواحدة من أفضل الألعاب في التاريخ، بس يا سيدي بروجكت ريد مكتفوش بأنهم يقدموا لعبة ممتازة، بل كمان نزلوا إضافتين كبار حلوين جدا Hearts of Stone و Blood and Wine. هتكلم عن واحدة منهم وهي Blood and Wine عشان أسيب مساحة لباقي القايمة. إضافة بقصة وشخصيات جديدة وأسلحة ودروع وكويستس، كل ده اتقدم في خريطة جديدة تماما، وهي أجمل خريطة بصريا في اللعبة، وهي مدينة توسان اللي هي منطقة راقية عكس بقية مناطق اللعبة. والجو بتاع توسان عموما كان مميز عن بقية اللعبة. وضافوا للعب فكرة الويتشر ميوتيجنز ونهايات مختلفة للقصة، مما بيجعل إضافة بلاد اند واين قابلة جدا للريبلاي فاليو زيها زي اللعبة الأساسية، وإضافة قوية بمستوى لعبة. وبس كده، دي كانت قايمة بإضافات بمستوى لعب. لو في إضافة أنا نسيت أتكلم عنها اكتبها في كومنت، والله أعلم ممكن أعمل جزء تاني. وبس كده، أشوفكوا الفيديو الجاي.